شاب بيفضل عايش تحت الأرض 35 سنة، وأول ما بيخرج بيقابل أول بنت في حياته بيحبها. بيبدأ فيلمنا سنة 1962 في لوس أنجلوس، أيام الحرب بين أمريكا وروسيا اللي كانت معروفة أيامها بالاتحاد السوفيتي، وكانت الحرب معروفة باسم الحرب الباردة، واللي فيها هدد الاتحاد السوفيتي بالضرب النووي على أمريكا. وعلشان كده الحكومة الأمريكية بتاخد حذرها من الموقف، وبتقول للمواطنين إنهم يبنوا ملاجئ تحت الأرض ويقعدوا فيها لحد ما الحرب الباردة تخلص. وبعدها بنروح لدكتور كالفين، واللي بيكون دكتور وبروفيسور في معهد العلوم الأمريكية، واللي بيقدر إنه يصنع أجهزة ومعدات حديثة بسبب ذكائه. وبيكون كالفين عامل حفلة في بيته هو ومراته هالين علشان يحتفلوا بحمل مراته هالين. وبيكون كالفين واقف مع أصحابه وبيقول لهم إنه عمل مخبأ تحت البيت متطور جدا يقدروا إنهم يستخبوا فيه وقت الحرب، وكمان يقدروا يعيشوا فيه لمدة 35 سنة كاملين. الجو بيكون هادي جدا والحفلة جميلة لحد ما بيسمعوا كلهم خطاب الرئيس كندي على الهوا، وهو بيقول إنه محتمل في أي وقت الاتحاد السوفيتي يضربهم بالنووي. وبسبب الخطاب ده كالفين بيتوتر جدا وبيقرر إنه ينهي الحفلة بدري علشان يلحق يجهز نفسه وينزل للمخبأ. وبيكونوا كل الموجودين في الحفلة مستغربين جدا من ردة فعل كالفين. وبعدها بيجهز كالفين ومراته هالين علشان ينزلوا للمخبأ. وبعدها بنشوف طيارة ماشية في الجو لكن بيحصل فيها عطل، فبيضطر الطيار انه ينزل من الطيارة بكرسي الطوارئ وبيسيب الطيارة في الجو. ومن سوء حظ كالفين ان الطيارة بتقع فوق البيت بتاعه، وده بيسبب اعطال كتيرة في باب المخبأ الالكتروني. وبيضطر كالفين انه يقفل الباب التاني واللي بيكون متصمم انه يفتح لوحده بعد 35 سنة، وده بسبب ان كالفين ما كانش يعرف ان الانفجار كان بسبب الطيارة اللي وقعت على البيت ودمرته، ولكن كان مفكر ان الاتحاد السوفيتي ضرب بالنووي، وعلشان كده بيقفل الباب لانه خايف من الاشعاعات اللي هتسببها القنابل النووية. وتاني يوم بنشوف الشرطة قدام بيت كالفين وبيكونوا فاكرين هما والجيران ان كالفين ومراته هالين ماتوا، ولكنهم بيكونوا تحت في المخبأ. وبيكون كالفين عايش حياته عادي جدا، خصوصا انه مصمم المخبأ شبه البيت بالظبط، وبيكون قاعد بيشرب قهوة. لكن مراته هالين بتكون خايفة وبتقول له هنفضل قاعدين هنا 35 سنة متواصلين، ولكن كالفين بيهديها. وبعدها هالين بتحس بوجع الولادة وبيساعدها كالفين وبينجح انه يولدها بأعجوبة، وبيسموا الطفل آدم. وبتكون هالين فرحانة جدا علشان خلاص مش هتكون وحيدة وهيكون معاها طفلها، ولكن ده بيضايق كالفين لانها مش هتهتم بيه زي الاول. وبعدها بتعدي عليهم ايام وشهور جوه المخبأ، وبنعرف ان حجم المخبأ كبير لدرجة ان كالفين عامل سوبر ماركت كامل يكفي احتياجاتهم في المخبأ، وكمان مزوده بكل المعدات والأجهزة الحديثة، وما بيكونش فيه اي حاجة ناقصاهم جوه المخبأ بتاعهم. الشيء الوحيد اللي ناقصهم ان مفيش اي اشخاص معاهم في المخبأ تحت. وبيعدي 3 سنين وبنشوف ان مكان البيت بتاع كالفين وهالين اتحول لبار، وطبعا كالفين وهالين ما يعرفوش حاجة لانهم معزولين في المخبأ تحت. ولكن في الوقت ده بيكون آدم كبر شوية وبيكون بيتعلم قراءة القصص وبيشوف مناظر الأماكن اللي موجودة في الكتب، وكالفين بيطمنه وبيقول له إنهم هيخرجوا هيروحوا الأماكن دي. وكمان بيقول كالفين لآدم إنه هيقابل البنت اللي بيحبها. وبتعدي الأيام وبنشوف كالفين وهو بيعلم ابنه آدم كل حاجة بداية من العلوم وفنون القتال، وبتكون أمه هالين بتعلمه الأدب والرقص. وبيكون آدم بيتعلم كل حاجة كويسة تحت الأرض، وبيكون الناس بره أخلاقهم بقت وحشة جدا، وبنعرف إن ده من طريقة كلامهم مع بعض في البار اللي اتبنى مكان بيت كالفين. وبيكون آدم كبر شوية وتعلم أكتر عن السياسة والاقتصاد. ولكن في يوم بيدي كالفين آدم بطاقة بيسبول وبيقول له لما تخرج هتحتاجها. بتمر السنين وبنوصل لسنة 1997 وبيكون عدى 35 سنة، وبيفتح الباب الإلكتروني تلقائي، وبتكون العيلة فرحانة جدا لأنهم مستنيين اليوم ده من زمان، ولكنهم ما بيكونوش عارفين إن مكان البيت بتاعهم اتغير وبقى ملجأ للمشردين. وأول ما بيفتح الباب بيخرج كالفين، ولكن بيكون لابس بدلة فضائية علشان بيكون فاكر إن في إشعاعات من القنابل. وأول ما بيشوف المتشرد بيفتكره فضائي وبيغمى عليه، وبياخد كالفين جولة في الشوارع، ولكن بيشوف إن الدنيا اتغيرت تماما. رجالة العصابات بقوا بيمشوا بأسلحتهم في الشارع عادي، وكمان بيلاقي الشباب حالهم اتغير جدا، والمتشردين انتشروا في الشوارع. وبيرجع كالفين للمخبأ مرة تانية وبيقول لأسرته إن الحياة اتغيرت جدا، وبيكون كالفين فاكر إن الإشعاع هو اللي عمل كده في الناس، وبيقول لأسرته إنه عايز يفضل في المخبأ وما يخرجش. ولكن هالين بتتعصب وبتقول لكالفين إنها عايزة تخرج تشم شوية هوا. وفي الوقت ده كالفين بيتعصب وبتجيله أزمة قلبية، وبتعدي الأيام
الأيام والمخزون بتاعهم بيبتدي يخلص، وبتجهز هالين آدم علشان يخرج يشتري شوية حاجات. وبيخرج آدم وبيكون مبسوط جدا علشان أول مرة يشوف الناس ويشوف المناظر اللي طول عمره بيشوفها في القصص. وبيركب آدم الباص وبتكون الناس مستغربة من شكله جدا وطريقة كلامه بيفكروه فضائي. وبيوصل آدم السوبر ماركت وبيشتري لحوم كتير جدا، ولكن الراجل اللي في السوبر ماركت بيسأله يبعت الطلبات دي على عنوان ايه، وبيتصدم آدم وبيكتشف انه مش عارف العنوان. فبيجري بسرعة وبيفضل ماشي آدم بيدور على مكان المتشردين علشان يرجع البيت. وبيركب مواصلات كتير لحد ما الفلوس اللي معاه بتخلص، ولكن لحسن حظه بيكون معاه بطاقة البيسبول اللي أخدها من أبوه. فبيروح لمحل علشان يبيعها، وبيكون صاحب المحل فرحان جدا علشان البطاقات دي نادرة جدا. ولكن صاحب المحل بيشوف إن آدم مش مقدر قيمة البطاقات دي، فبيضحك عليه وبياخدها بسعر قليل. وبيكون في الوقت ده موجود في المحل بنت جميلة اسمها إيف، وبتشوف اللي بيحصل وبتفهم آدم إن صاحب المحل عايز يضحك عليه. فبيتعصب صاحب المحل جدا وبيطردها من الشغل. وبيخرج آدم مع إيف بعد ما بياخد بطاقاته مرة تانية، ولكن إيف بتحس إن آدم شخص غريب وبتفتكره فضائي بسبب طريقة كلامه. وبيكون آدم عارف مكان فندق كانت والدته قالت له عليه قبل كده، فبيطلب من إيف توديه هناك مقابل بطاقتين من بطاقات البيسبول. وبتوافق إيف وبتوديه هناك وبتسيبه وبتمشي. لكن تاني يوم بتروح له وبتديله البطاقتين اللي أخدتهم وبتتأسف له لأنها وافقت تاخد مقابل علشان ساعدته. وبيفتكر آدم كلام والده كالفين لما قال له إنه هيقابل واحدة ويحبها، وبيكون عايز يحقق الكلام اللي أبوه قال له عليه. لكن إيف بتقول له إنها مش بتاعت حب وبتسيبه وبتمشي. ولكن آدم بيروح وراها وبيطلب منها تساعده يشتروا طلبات البيت ويرجعوا بيها للمخبأ. وبتساعده إيف، والمرة دي بيعرض آدم على إيف $10,000 مقابل مساعدتها. فبتوافق إيف وبيروحوا السوبر ماركت يشتروا المخزون. وبيكون آدم معجب جدا بإيف، لكنها مش بتديله أي اهتمام. بس من كتر الطلبات اللي اشتراها آدم بيحتاجوا عربية نقل علشان يتحركوا بيها. وبيفضل آدم يقول لإيف إنها تدور له على واحدة بيحبها زي ما هو بيحبها، وإيف بتاخده يقضي شوية وقت معاها في البيت. وكمان بتعرفه على العالم الخارجي وبتخليه يحسن من طريقة لبسه. وبعدها بتاخد إيف آدم لحلبة التزلج علشان كان نفسه يروحها من زمان. وبعدها بيروحوا البحر، وبيكون آدم مبسوط جدا وبيتبسط أكتر لما الجو بيمطر. وبعدها بتاخد إيف آدم لمكان بار، وبيشوف آدم واحدة هناك وبيتكلم معاها الفرنساوي، وده لأنه بيكون اتعلم لغات كتير جدا في المخبأ. وبتعجب البنت بيه. ولكن في الوقت ده إيف بتغير على آدم، وبنلاحظ إنها معجبة بيه. وبعدها بشوية بيرقص آدم مع واحدة تانية، وبنشوف إنه بيعرف يرقص حلو جدا لأنه اتعلم الرقص في المخبأ، وبيبهر كل الموجودين. وبتحس إيف في الوقت ده إنها متضايقة جدا. وفي الوقت ده بيروح لها كليف حبيبها القديم وبيطلب منها تشرب معاه، وبتشرب إيف معاه علشان تضايق آدم. وفي الوقت ده آدم بيشوفهم وبيروح لهم وبيتكلم مع كليف من غير ما يخاف، وبيقول لإيف إنها قبل كده قالت عليه شخص مش كويس. وكليف بيتعصب جدا لما بيسمع الكلام ده، وبيكون عايز يضرب آدم. ولكن آدم بيكون متعلم فنون القتال وهو صغير في المخبأ، وبيقدر يضربه بكل سهولة. وكليف هنا بيحس انه محرج فبيمشي وبيسيب المكان. وبتتضايق إيف من آدم وبتقول له انه عنيف وبتسيبه وبتمشي. ولكنها بتقول لصديقها تروي يخليه مع آدم. وبعدها بيرجع تروي لوحده البيت عند إيف، وبتتضايق إيف انه ساب آدم لوحده وانه مش هيعرف يتعامل في المدينة. وبتخرج بسرعة علشان تدور عليه، وقبل ما تدور العربية بتاعتها بيجي آدم وبيخضها. وبتتضايق إيف وبتدخل البيت، وبيدخل وراها آدم وبيعترف لها بحبه ليها. وبتقول له إيف إن الشعور ده متبادل، وبيحكي لها آدم عن كل حاجة وعن حياته الشخصية في المخبأ. ولكن إيف مش بتكون مصدقة حاجة من اللي بتسمعها. وتاني يوم بيكون آدم بياخد جولة في المدينة، وبيشوف مكان المتشردين بالصدفة، وبيعرف مكان المخبأ. وبيرجع لإيف بسرعة علشان يقول لها ترجع معاه المخبأ، ولكنها بتكون جايباله دكتورة نفسية علشان بتكون فاكراه مجنون. فبيهرب آدم بسرعة وبيجري منهم وبيرجع المخبأ. وبيكون كالفين وهالين فرحانين جدا انه عرف يجيب المخزون ويرجع لهم تاني، وبيستعينوا بالمتشردين علشان يقدروا يدخلوا المخزون كله للمخبأ. وبعدها بنشوف إيف وهي رايحة الغرفة بتاعت آدم في الفندق علشان بتكون فاكرة هناك، ولكنها ما بتبقاش عارفة انه ماشي. وبتشوف حاجاته هناك وبتعرف انه بيتكلم جد. وبتروح هي وتروي يدوروا عليه في المدينة كلها، لكنهم مش بيلاقوه. وبتكون خلاص إيف فقدت الأمل، ولكنها فجأة
بتشوف آدم وهو راجع المخبأ، فبتروح عليه بسرعة وبتحضنه. وفي الوقت ده بيكون كالفين بيعيد ضبط النظام علشان يرجع الباب يقفل لمدة 10 سنين تانيين. وفي الوقت ده بياخد آدم إيف لوالده ووالدته هالين علشان يعرفها عليهم، وبيحبوها جدا، وبيطلب منهم آدم إنهم ما يقفلوش الباب دلوقتي ويستنوا شهرين علشان يقضي وقت مع إيف. وبيخرج آدم وإيف وبيبقوا معاهم شهادات استثمار قديمة وبيبيعوها، وبتكون الشهادات دي تساوي في الوقت ده ملايين الدولارات. وبيبني آدم بيت شبه بيت والده كالفين القديم اللي كان اتدمر من 35 سنة، وبياخد والده ووالدته للبيت الجديد. وبعد شوية بيقول آدم لوالده كالفين إن مفيش أي انفجار نووي حصل، وإنها كانت طيارة. فبيسمع كالفين الخبر وبيتصدم، ولكنه بيكون فرحان إن الاتحاد السوفيتي اتفكك، ولكن بيقرر برضه إنه هيبني مخبأ تحت بيتهم الجديد. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد بننزله. سلام.